السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات اماني السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. هنعمل مع بعض غدانا بقى النهارده كده، غدوة سهلة وبسيطة. وهنعمل شوية الممبار القمر اللي انتم شايفينهم دول. ما فيش اي مجهود بصراحه، كانت كل حاجه عندي حطيتها على بعضها وخلاص. وهنحمره في الاير فراير خطير. هنا كنت بقول لكم ان شويه الرز دول كانت خلطه بايقه عندي من المحشي، انا ما برميش حاجه. حطيتها في الديب فريزر. وكان عندي شويه خضره فريش حطيتهم وزودت الرز. وكان عندي كمان تغذيه محشي برضو في الفريزر، طلعتها يعني حطيت كله على بعضه معنى اصح. زودت عليهم ملح وفلفل 7 بهارات. وزيت عشان الممبار بيحب الزيت كتير، عشان يعني يمشي معاكي بسرعة، ما يبقاش ناشف يضايقك وانتي بتحشيه. قلبت ومكست كله مع بعضه، كان من اسهل المرات اللي عملت اللي عملت فيها ممبار بصراحة. كله على بعضه طلعت من الديب فريزر، فك شلطت الدنيا مع بعضها وظبطتها وخلاص. انا بقول لكم الطريقه دي بالنسبه لي اسهل. بصوا الخلطه حمرة وخطيره ازاي، وهوريكم الممبار بعد ما يستوي ويتحمر. الخلطة من جوه مفلفلة وحمرة وخطيرة. انا لازم اكل الممبار والمحشي تبقى الخلطة حمرة كده. انا معرفش اكل المحشي المبيض ده، انا واخده عليه كده. انا بحطه ما بين صباعيني زي ما انتم شايفين و... وبحشي. لو انت عامله كميه كبيره يعني في عزوم او حاجه وهتحشي محاشي اخرى، ما تحطيش الممبار على الخلطه زي ما انا ما حطاها. انا حطاها لان انا عارفه ان انا هحشي ممبار فقط، وعامله كميه الخلطه على قد الممبار. فانا عارفه ان مفيش رز هيتبقى. فاهميني انا قصدي ايه؟ تاخدي شويه الرز في حاجه تانية عشان ما تزفريش بقيه الرز. هنا الحله كانت غليت تماما، بس انا مطيه عليها. حطيت طماطم، فلفلايه رومي، بصلايه، حبهان، ورق لورا، شويه فلفل اسمر. وابتدي انزل بقى بالممبار واحده واحده. هنا كنت بوريكم ده الدهن اللي بيبقى جوه الممبرايه، انا منضفه. كان في واحده فيها كتير قوي، استحرمت صراحه ارميه، فسبته كده ايه، بيدي طعم برده كده وهو الممبار بيستوي، بيخليه يومي يومي وخطير. اهم حاجه صليتي على النبي ولا لسه؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واكتبي لي كومنت حلو زيك، او كومنت حلو زيك اللي بتتابعني، يعني اذا كنت راجل او ست. وحطي لايك واشتركي لو مش مشتركه، وفعلي زرار الجرس. وشيري فيديوهاتي لو محتوايا بيعجبك. هنا نزلت بكل كميه. هنا كنت بوريكم اول ما نزلته، لان الميه سخنه كويس، وكمان موطيه عليها، ولازم توطي بنات عشان ما يفرقعش منكم. بصوا كنت اول ما حطيته لم كده وخد وضع التسويه بتاعته. سبته بقى بيستوي حوالي 45 دقيقه بالظبط، على نار متوسطه، ولا واطي قوي ولا عالي قوي. وكان خلاص اللهم بارك استوى. بصوا اصلا شوربته يا بنات خطيره خطيره. طالما مديه الحاجه حقها وقدام الحاجه صح، هتاخدي منها نتيجه خطيره. هنا بقى كان استوى، طلعته يبرد خالص. هنعمل بقى مع بعض فراخ مكرمله مكرمله بالبصل كده والصويا صوص، يمي يمي يمي. جبت حله، حطيت معلقه سمنه بلدي كويسه كبيرة يعني، وبصلتين مقطعاهم انا مكعبات، وملح وفلفل اسمر. وابتدي اشوح فيهم، وهنزل دلوقتي بمعلقة سكر عشان انا عايزة البصل معايا يكرمل بسرعة. تمام. اقلب 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 لغاية لما البصل ايه، يتكرمل كده ويبقى معايا تمام زي ما انتم شايفين كده. الفراخ دي طعمها خطير. طبعا انت ممكن تعمليها باجنحه، انا بعملها باجنحه لان بتبقى اسهل على الوليد. اجنحه او دبابيس، فدايما عندي الاجنحه. احنا ما بنحبش الفراخ قوي يعني، ما بنجيبش فرخه كبيره عشان معظمنا هنا ما بياكلش صدر الفراخ. فيا اما وراك يا اما اجنحه يا اما دبابيس، دايما بجيب عندي في البيت كده. هنا انا غاسله الفراخ كويس جدا والدنيا تمام. ونزلت بقى الفراخ زي ما انتم شايفين على وشها، يعني الاجنحه على وشها كده زي ما انتم شايفين. مش هقلبها غير لما تاخد لون. هنا كانت خلاص ابتدت تاخد من تحت، فنزلت لها معلقه توم صغيره. ابتدي اقلب. بصوا هوريكم بقى ان هي خلاص اتشوحت من تحت، اهو لونها اتغير كده واتشوحت من تحت. هبتدي بقى اقلب. انا كنت حطيت شويه مرقه خضار على البصل في الاول، يعني اظن كان واضح لكم. هنا بقى ابتدي اقلب على الناحيه التانية واسيبها برضو شويه. تمام. هنزل بقى بشويه 11 بهار اي نوع، او 7 بهارات اي بهارات عندك يعني انت حباها. حبهان وورق لورا مطحونين، وشويه قرفه. وقرفه مهمه جدا زي ما انتم شايفين كده. وابتدي اقلب بقى. بصوا شكل الفراخ اصلا بس من التوابل ولا ريحتها كانت جباره، اللهم بارك. اقلب بقى كده كله في بعضه، الفراخ مع البصل مع التوابل كلها تاخد ايه من طعم بعض. وبعد كده هبتدي انزل بمعلقتين صويا صوص. وتأكدي لو الصويا صوص عندك، عشان الصويا صوص الغامقة بتبقى حادقة،
لو اللي هي الخفيفة اللايت دي بتبقى ملحها يعني مظبوط. ما تزوديش الملح لغاية لما تعرفي نوع الصويا صوص اللي عندك ايه. بصوا اصلا الصويا صوص بقى اديتها لون خطير ازاي. هنا بقى ابتدي انزل بحوالي نص كوبايه او كوبايه الا ربع ميه سخنه، يعني حسب الكميه اللي عندك. واسيبها بقى تستوي، هتغلي اول غلوه وبعد كده هوطي عليها تستوي براحتها. هنا بقى رجعنا تاني للممبار، خدته بقى حطيته في الاير فراير ورشيت رشه زيت وخلاص سبته بقى مع نفسه. بصوا هنا الفراخ بقول لكم ان هي خدت اللون ده، فهي كده خلاص بقى بقت ما شاء الله وشربت الميه. بصوا يا بنات الرز احمر ازاي، خطير 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 ومفلفل. وبصوا بقى الفراخ محرمشه ولا فرن ولا اي حاجه ومستويه وجوسي وخطيره اللهم بارك. وعملت معاهم شويه سمبوسه كده بالجبنه الميكس يعني، موتزاريلا وشيدر، كان طعمها خطير. وده كان غدانا النهارده. تنسوني مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.